القطايفة الجاهزة؟ طب يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بعيلة لطيفة جميلة مكونة من أب وأم وبنتين بيكونوا رايحين يجيبوا هدية لبنتهم، وبيلاقوا حركة غريبة في الشارع، وبيفتح الراديو وبيعرف إن بدأ ينتشر مرض السعار اللي كان بدأ في تايوان. قارة آسيا دي حالفة إنها تخلص على الكوكب ده كله. في الوقت ده بيدخل ضابط يكسر الإشارة ويكسر المراية كمان ويمشي، وبيلاقي انفجارات والطريق واقف خالص والناس بتجري، وبيبدأ الرعب ينتشر بين الناس. بيلاقي عربية كبيرة ماشية تشيل اللي قدامها، فبيدخل وراها ويجري، ولكن في عربية إسعاف بتيجي تخبطهم، بس بيطلعوا منها سلام وبياخدوا عيالهم ويمشوا. في الوقت اللي فيه الناس مسعورة بتهاجم الناس، بيلاقي جيري إن اللي بيتعض بيتحول هو كمان، وشبكة يعني انت لو جبت 2 واللي تحتك جاب 2 هتبقى صاحب ملايين. بيدخلهم جو كرفان ويجري بيهم. بيلاقي بنته عايزة علاج الربو بتاعها، ولكن نسوا الشنطة في العربية، والعربية بتعطل ومراته بتحاول تدورها. وبيكلم واحد صاحبه ويقول له ان هو يبعت له هليكوبتر تاخده، ولكن بعد ساعة بيوصلوا كارفور وبيروحوا يجيبوا اكل، وبياخد بنته علشان يجيب لها علاج الربو. وبيرجع بيلاقي مراته الناس بتهق معاها، ولما بيروح لهم بيضربوا تقريبا عليه بمسدس خرز، فمفيش حاجة بتيجي فيه. فبيصطاد منهم واحد والتاني بيجري. بيروحوا ناحية البيوت اللي جنبهم، ولكن بيلاقي تفجيرات هناك وواحد متحول جنبهم، فبيصطادوا ويطلعهم من المبنى. وبيدخل عند ناس اسبانيين باين عليهم انهم زي الفل. بيروح يفتح الراديو والحكومة بتطلب انهم يقعدوا في بيوتهم اسبوعين. يا اخي كل الافلام بتفكرني بيك، يخرب بيت معرفتك. ادعي تجيب لنا سكر. بيجهز جيري اسلحة علشان يخرجوا ويستنوا الطيارة على السطح، وبيقابل شوية زومبيات على السلالم، وجيري بيعمل معاهم الصح، ولكن زومبي طرش دم وهو دخل في بقه، وبيكون طلع مراته وولاده على السطح. وبعد ما خلص على الزومبي بيروح علشان يرمي نفسه من على السطح لو اتحول، ولكن ما حصلوش حاجة، وبتيجي الهليكوبتر وتهربهم، وبينزلوا على سفينة أرجوس. بيروح صاحبه تيري يعرفوا ان ما تبقاش لا فيه اكل ولا ميه نظيفه، والفيروس انتشر في العالم ومش عارفين يسيطروا عليه. بيكون في دكاتره بتحاول تتوصل لاصل الفيروس علشان يطوروا اللقاح ليه، وبيوصل القائد العسكري ويقول له ان هم عايزينه يرجع لزمن الشقاوه، وهيبعتوه مع فريق علشان يروح مع الدكتور ويعرفوا سبب انتشار الوباء ده. بيكون رافض في الاول، ولكن بيعرفوا ان كل اللي على المركب دول بيعملوا حاجه ومفيش مكان للناس اللي ملهاش لازمه. وبيروح لمراته اللي بتكون مش موافقه، ازاي ترميه بايديها وسط النار وتوافق انه يروح، ولما بتعرف ان هو لو ما راحش ممكن يطردهم من السفينه، فبتقول له طريق السلامه انت بقى. بيوصل فريق جيري لكوريا الجنوبيه، واول ما بينزلوا الزومبي بيهجم عليهم، فبيخاف الدكتور ويرجع تاني، فبيتزحلق ويقع يموت، يعني مات قبل ما يحارب. بيسيبوه ويمشوا ويدخلوا قاعده عسكريه، وبعد ما بيدخلهم بيسالوا واحد هو اللي وقع ده مهم قوي يعني، فبيقولوا لا مفيش، ده الدكتور اللي يعرف سبب الفيروس. وبيحكوا قصه ليه ان راح الدكتور بتاع القاعده العسكريه يطمن على ضابط هناك، والمفروض ان الناس كانوا لقيوه ميت، ولكن ما كانش ميت، وهاجم الدكتور. ولما بيسالهم كان الضابط ده منين علشان يعرفوا اصل المرض، بيعرفوا ان السجلات كلها محروقه وهما ما يعرفوش هو منين. وهو خارج بيلاقي واحد غريب في السجن، وبيعرفوه ان هو اتمسك وهو بيبيع سلاح. ولما بيسالوا كنت بتبيع سلاح ليه، فبيقولوا علشان يعرفوا يحموا نفسهم، وبيقولوا انه حل من الحلول، والحل التاني انكم تخلعوا اسنان الزومبي، وبكده مش هيقدروا يحولوا حد. وبيعرفوا ان الاحتلال الصهيوني عرف بأمر الزومبي قبل ما ينتشر، وبيدلوا على واحد اسمه يورجن، وبيقرر ان هو يروح للقدس. وبيعرفهم القائد ان الزومبي بيتحرك على الصوت دايما، ولما بيخرجوا تليفون جيري بيرن، وبيهاجمهم الزومبي، وبيهربوا لحد ما بيوصلوا للطياره. وبيتصل بمراته يعرفها ان هم ما نجحوش في كوريا، وهم رايحين دلوقتي لاراضي فلسطين المحتله. بيروح يقابله، وبيعرفوا ان هم بنوا سور حوالين البلد علشان تحميهم من الزومبي. بيكون في زومبي بتحاول تطلع على السور، وبينجحوا في ده ويقدروا يطلعوا، وبيبدأوا يهربوا لما الزومبي بيزيد عددهم، وبيدخلوا في الحواري والمزقات علشان يهربوا منهم. بيلاقي جيري ان في عيل الزومبي مش بيهاجمه، وبيعدي من جنبه عادي ولا كأنهم شايفينه. وبيكون في واحدة معاه اتعضت من الزومبي، فبيقطع ايديها قبل ما الفيروس ينتشر في جسمها. وبيروحوا على الطيارة اللي بتكون هبطت، ولكن الزومبي بيتلم عليها، فبيسيبوها ويجروا. وبيروح علشان يرجع لطيارته، ولكن بيلاقيها طارت خلاص. وبيطلع على طيارة تانية من بتاعة المسافرين، وبيحاول يفتكر الناس اللي كانوا وسط الزومبي وما تحولوش، ويحاول يستنتج السبب ايه. بيتصل بمراته ويطلب منها تدي تليفون لتيري، وبيطلب منه يعرف اقرب مكان بحث طبي، مكان يقدر يعمل اللقاح يعني. بيسمع صوت في ديل الطيارة، ولما بيروح بيلاقي ناس اتحولت، فبيحاول يفصل بينهم وبين الزومبي بالشنط، ولكن الشنط مش بتمنعهم انهم يعدوا، فبيقول ما بيديهاش بقى، وبيرمي عليهم قنبلة. وبيبدأ الزومبي يطير من الطيارة، وبيربط حزام الأمان علشان الهبوط الاضطراري، والطيارة بتنزل بالراحة. بيفوق جيري بيلاقي حاجة راشقة في بطنه، وبيتمشى هو والبت اللي معاه لحد ما بيوصلوا لمؤسسة تبع منظمة الصحة. بيفوق بعدها جيري وبيلاقي دكتور قدامه، وبيكون عايز يعرف هو مين، فبيطلب منه انه يتصل بتيري، وبيعرف ان هو من الامم المتحدة. ولما بيسأله جيري عن مراته وعياله
بيقول له ان هم مشيوا بامر القياده لانهم افتكروا انك مت خلاص. وبيعرف بعدها ان عيلته في معسكر لاجئين في نوفا سكوشا بيكونوا ماسكين زومبي بيعملوا عليه اختبارات، وبيعرفوا انه شاف ناس الزومبي كانوا بيعدوا جنبهم من غير ما يعملوا ليهم حاجه، وان اكيد عندهم مرض خلى الزومبي ما يقربش منهم. وبتقترح الدكتوره ان حد يتحقن بفيروس شبه قاتل ويدخل للزومبي علشان يجربوا اللي بيقوله. وبيقولوا ليه عندنا تشكيله فيروسات وجراثيم عنب تيفوس وسارس وام 1 ولكن كلهم في الجناح ب، وبيكون الجناح ب كله زومبي وعددهم اكتر من 80 واحد. وبيدخل جيري والبت اللي معاه والمدير وبيعدوا بشويش من غير صوت، ولكن المدير بيعمل صوت والزومبيز بياخدوا بالهم. وتروح البت تزود الطين بله وتضرب واحد منهم بالمسدس وبيجري وراهم الزومبيز، وبيروح جيري يشتتهم علشان يجروا وراه ويعمل صوت لحد ما بيلمهم ويجري. وبيروح المدير والبت يرجعهم وبيدخلوهم ويقفلوا وراهم. بيكون جيري توه الزومبي وراح للمكان وبيلاقي الباب باسورد وبيفكر انه كسر الازاز، فبتتصل بيه عشان تعرفوا الباسورد عشان ما يكسرش الازاز ويطلع صوت. نبيه قوي ما شاء الله عليه. وبيلم كل الامراض، سارس اركب، فيروس ايبولا اركب، كورونا لا مفيش مكان والله. بيروح بيلاقي في زومبي مستنيه عند الباب فبيقوله استنى اما اجيب كورونا واجي. وبيقرر انه يجرب نظريته ويحقن نفسه، وبيفتح له الباب ويدخله وبيلاقيه عمال يشمشم فيه زي الكلب البلدي ولكن ما بيقربش منه ويأذيه. وبيلم الفيروسات اللي لمها كلها ويروح يعمل صوت ويعدي من وسط الزومبي ويروح ياخد اللقاح ضد كورونا. وبيرجع لأهله بعد ما أنقذ العالم إن ينتشر الزومبيز فيه أكتر، والناس اللي اتحقنت الزومبي مش بيقرب ليهم خالص علشان يقدروا يخلصوا على الزومبي الموجودين ومفيش ناس تتحول جديدة. بس كده، لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب ومنساش تعملي فولو على الانستجرام. سلام.